مفيش جنب اسمي حرف دال ونقطة. بقدم محتوى في طريقة أكلي والوصفات اللي بحبها والتجارب بتاعتي عامة، وبقول رأيي الشخصي في حاجة جربتها ونفعت معايا ولا فشلت. فمش منطقي إني ألاقي حد بيسألني السؤال اللي يبان بريء وجوهره عكس ذلك. معاكي شهادة إيه؟ ملبستش بلطو أبيض وحطيت على كتفي سماعة وقلت معاكم الدكتورة فلانة، ودلوقتي ال AI سهل الموضوع ده. لو تجربتي عكس تجربتك فده لا يفسد للود قضية، لكن لو ما فيش ود اصلا فدي برضو مش مشكلتي. في زرار على الجنب في السيتنج مكتوب عليه not interested، ساعتها هترتاح من وشي وهرتاح من تعليقاتك. محتوايا بسيط، بقدم حاجة ممكن تفيد بعض الناس المهتمة بنفس الفكرة اللي بقدمها، وصفات أكل خفيف وسريع أو دايت، واحكي تجربتي الشخصية، وبنصح لوجه الله محدش ياخد نصيحة طبية من على النت. لو عجبك كلام اللي بينصح روح له على الحقيقة وقابله وجها لوجه وتعامل معاه. واوعى تكون بتاخد دواء كتبه لك دكتور بعد ما قيم حالتك وتيجي تسمع نصيحة حد لا شافك ولا يعرفك ويقول لك وقف دواء واعمل كذا وتسمع كلامه. ساعتها اوعى تلوم غير نفسك وما تغلطش غلطتي. زمان جالي جلطة في رجلي، وبعد العلاج الدكتور قال لي لازم تفضلي ماشية على دواء سيولة عشان انت جسمك قابل يكون جلطات. وبعد كام سنة وانا ماشية على العلاج طلع لي فيديو من اياهم، واحد بيقول ما تاخدوش دواء طول حياتكم، وكان بيتكلم على دواء السيولة بصفة خاصة، وقالوا وقفوا دواء السيولة وما فيش حاجة اسمها إلزامي دواء السيولة بعد سن ال40. وكلامه محفز وكله طاقة إيجابية. بعد ال40 انت بلغت أشدك، انت في قمة شبابك، انت سترونج اندبندنت. بطلوا أدوية والعبوا رياضة واشربوا مية وخدوا مكملات وناموا بدري. وعملت زي ما قال بالحرف، ورفعت شعار وداعا لعصر الأدوية ومرحبا بعصر الصحة، وكنت متفائلة جدا. سنة بالظبط وأقل رجعت لي الجلطة تاني، واتضايقت وضربت أخماس في أسداس. وفتحت فيديوهات الشخص اللي كان بيقول كده، لقيته مغير كلامه وبيقول أنا ما قلتش لحد يوقف دواء. يا ريتني كنت احتفظت بالفيديو يا بعيد. وحسيت بصوت الشيطان في سورة إبراهيم الآية 22 لما قضي الأمر قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صحيح، ألوموا ليه؟ هو كان ضربني على إيدي، أنا اللي ساذجة وسمعت كلامه. ما تلوميش بقى غير نفسك. ساعات الواحد بيتأثر بكلام حد مؤثر لدرجة تخليه يمشي ورا كلامه وكأن كلامه قرآن، أو إنه رسول لا يرد كلامه، أو إنه أعلم أهل الأرض. بس مع الوقت لو حصل في الأمور أمور، صدقوني الصدمة بتبقى صعبة قوي. ولو كان الكلام اللي أثر فيك بخصوص صحتك، للأسف اللي هيدفع الثمن صحتك مش حد تاني. وأصعب خيانة في الدنيا هي إن صحتك تخونك، خيانة لا تغتفر. اسمع للي انت عايزه وافتكر إن عندك ودنين اتنين يمين وشمال، وسطهم مخ